السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، مزيان، هانيين. فضل الفيديو هذا غادي نبارطاجي معكم واحد المشروع اللي فريمون يستحق الاحترام، وفريمون هذا المشروع هذا يستحق التقدير. هذا المشروع هذا فريمون الخوت راه ممكن تبقاو تدخلوا من خلاله اكثر من 7000 درهم في الشهر، وممكن انكم تفوتوا حتى 10000 درهم في الشهر. فريمون هذا المشروع هذا فريمون زوين، انتم غادي تسمعوه وغالبا انكم غادي تتفقوا معايا في الرأي ديالي. صراحة فريمون مشروع يستحق التقدير ويستحق التجربة. هذا المشروع هذا برأس مال اللي ما كبيرش، برأس مال اللي صغير، والأرباح ديالو اللي فريمون زواونه مقارنة برأس المال اللي ممكن أنكم تبداو به. هذا المشروع هذا الخوت ممكن أنكم تخدموه غير في المدينه ديالكم. كذلك هذا المشروع هذا ما كيطلبش انكم تفتحوا محل. هذا المشروع هذا ممكن تبداو غير من الدار، ولكن عنده علاقه برا، حيت غادا نحتاجوا زبناء، حيت الخدمه غادا تكون مع الزبناء. المهم هذا المشروع هذا غادا نحتاجوا فيه ماكينه ديال الصابون، غسالة الملابس، وغادي نحتاجوا فيه واحد الوسيله ديال النقل، دراجه ناريه على سبيل المثال او سياره. لكن الا ما كانتش عندك دراجه ناريه، على الاقل تقدر تخدم بدراجه هوائيه تقضي بها بلا ما دخلتي فلوس، وديك الساعه تشري دراجه ناريه. وعلاش من بعد انك ما تشريش طوموبيل ديالك؟ وبالنسبه الماكينه ديال الصابون، من بعد تقدروا انكم تزيدوا تشريو ماكينه اخرى، وتقدروا تزيدوا كذلك تشريو ماكينه اخرى من بعد. المهم على حسب الزبناء ديالكم، وبطبيعه الحال الا تزادوا الكليان ديالكم راه غادي تحتاجوا انكم تشريو ماكينه ديال الصابون وحده اخرى. آه، المشروع ببساطه نحتاجو فيه ماكينه ديال الصابون، نحتاجو فيه وسيله ديال النقل باش اننا نمشيو عند الزبائن ديالنا باش ناخذوا الحوايج ديال دوك الحوايج ديالهم باش اننا نصبنوهم. دابا الاشكال هو اننا كيفاش نوصلوا لهاد الزبائن هادو. في هذه الحاله غادي نعتمدوا على منصه فيسبوك ادز على سبيل المثال. تقدروا تعتمدوا على منصه فيسبوك ادز. هنا في هذه الحاله غادي تحتاجوا باش انكم تخلصوا الادز. بالنسبه للادز راه بامكانكم تبداو ابتداء من $1، او لانكم تقدروا تدخلوا مثلا للجروبات. بنادم مثلا اللي ما بغا يخسر حتى شي ريال في الادز، تقدروا تدخلوا للجروبات ديال المدينه ديالكم. ولكن فيسبوك ادز كيبقى احسن، تقدروا انكم تستهدفوا حتى يعني الناس اللي قرابين لكم. دابا الا كنتو مثلا ساكنين في مدينه ديال كازا، مدينه ديال كازا كبيره، بالتالي فيسبوك ادز غادي تقدروا انكم تستهدفوا الناس اللي قرابين لكم. الا مثلا بارطاجيتو لانونس ديالكم مثلا في دي جروب مثلا في كازا، في هذه الحاله هذه يقدر مثلا شي واحد يكون قريب ليكم، مي ناس اخرين ممكن عاوتاني يكونوا بعادين عليكم. داكشي علاش فيسبوك ادز صراحه كتبقى احسن بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش فيسبوك ادز. فيسبوك ادز هو منصه اعلانيه، ما كاينش غير فيسبوك ادز. المهم بالنسبه لفيسبوك ادز او لا اي حاجه اللي بغيتو تعلموا ليها، بطبيعه الحال راه المعلومه موجوده. المعلومه راه في العصر ديالنا راه كاينه بواحد الوتيره اللي كبيره بزاف. المهم اي حاجه بغيتو تعلموا ليها، على سبيل المثال دخلوا للفيسبوك، لا عفوا دخلوا اليوتيوب، وحتى فيسبوك راه حتى هو فيه بزاف ديال الفيديوهات. كذلك بالنسبه لشات جي بي تي على سبيل المثال يقدر يمشي معكم خطوه بخطوه. المهم اتقاد واحد الفيديو اشهاري ولا واحد الصوره اشهاريه اللي كتبينوا بلا انكم كتقدموا واحد السيرفيس، كتقدموا واحد الخدمه ديال غسل الملابس. ديك الساعه غادي المهم ملي ديروا الفيديو الاشهاري ديروا الثمن المناسب، او لا انكم تقدروا ما ديروش الثمن حتى يتواصل معكم شي زبون، وديك الساعه قولوا له الثمن باش كتخدموا. بالنسبه للثمن ديروا شي ثمن اللي يكون مناسب لكم وفي نفس الوقت يكون منطقي. وهذا المشروع على الخوت راه فريمون ممكن انكم تبقاو تحققوا منه اكثر من 7000 درهم في الشهر، وممكن انكم تحققوا منه حتى اكثر من 10000 درهم في الشهر. و فريمون هذا المشروع هذا يستحق التجربه، واللي بدا هذا المشروع بالتوفيق والله يسر لك الامور.